ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا كلنا عارفين باتمان او بروس وين، وانه واحد من اقوى ابطال عالم دي سي، واللي معروف عنه انه ما عندوش قوة خارقة، بس عنده قوة خارقة واحدة الا وهي الفلوس، واللي قدر يجيب بيها معدات والفريد والوطويط والكهف بتاعه والبدلة. مش كده وبس، لا ده قدر يهزم معظم ابطال دي سي بالفلوس بتاعته. لكن تخيل معايا عزيزي المشاهد لو باتمان بقى كحيان زيه وزيك كده، ونتخيل ليه فعلا في كوميكس باسم ابسولوت باتمان بيورينا باتمان هيكون عامل ازاي لو ما اتولدش غني زي ما احنا متعودين. عشان كده جيب حاجة تشربها ويلا بينا على القصة بتبتدي مع شخص غريب راكب موتوسيكل، ومن واضح ان هو بقاله فترة ما جاش جوثام، عشان يبدأ الراجل الغريب ده يتكلم ويقول ان مدينة جوثام اتغيرت كتير عن زمان، لكن لها برضه لسه مدينة جوثام المليئة بالشر والظلم اللي فيها. على الجانب الاخر بقى بنسمع في الاخبار ان في عصابة اسمها الحيوانات الحفلاتية بتعمل هجوم بيسبب ان في 9 اشخاص يموتوا وشرطيين. عشان نرجع تاني للراجل الغريب، واللي بنلاقيه وصل للمكان اللي هو رايحه، واللي بنكتشف كمان ان هو الفريد، لكنه في النسخة دي ما بيكونش الخادم بتاع باتمان اللي احنا نعرفه، لكنه بيكون شغال مرتزقة. واللي بنعرف كمان ان في النسخة دي بيكون عنده مشاكل مع بنته اللي اسمها جوليا، لكنه ما بيكونش صلحها زي النسخ التانية، عشان الفريد يبدأ يتكلم مع الناس اللي بتجيب له المهمات ويسألهم هم ليه رجعوه جوثام دلوقتي، عشان يبدأ الشخص ده يحكي له عن عصابة الحيوانات الحفلاتية، وانهم بدأوا يقتلوا الناس بشكل عشوائي وعلوا نسبة الجريمة ل 700%. عشان يبدأ الفريد يقول لهم انتوا ليه رجعتوني من سنغافورة وانا قربت من الهدف اللي انا بتبعه بقالي 5 سنين، لكنهم بيرد عليه انهم محتاجينه هنا دلوقتي، وبيقولوا له ان في شخص هو كمان بيحاول يوقف عصابة الحيوانات الحفلاتية دي. عشان كده الفريد بيكون عنده مهمتين، الاولى انه يوقف العصابة، والتانية يعرف هوية الشخص اللي بيحاول يوقف العصابة ده، واللي بذكائي ومعرفتي الكبيرة استنتجت ان هما بيتكلموا عن باتمان، عشان تنتقل بينا الاحداث لشخص ماسك كيس ملاكمة في جيم ومش حالل امه، واللي مش محتاج اقول لك طبعا ان ده هو بروس وين، بس دي النسخة بتاعت العالم ده. عشان يبدأ بروس يفتكر فلاش باك ليه وهو مع باباه في حديقة الحيوانات، واللي في النسخة دي ما بيكونش الحاج وين اللي معاه فلوس، بل بيكون مجرد مدرس في مدرسة، عشان في الفلاش باك ده بيكونوا بيتكلموا مع بعض، لكن وسط الكلام بيحصل اطلاق نار، وفي الفلاش باك بيقطع بعد كده، وبنرجع تاني لبروس وهو ماسك كيس الملاكمة اللي صعب عليا اقسم بالله، ومش راضي يسيبه لحد ما بيكسره، عشان بعد كده يظهر شخص بيكلم بروس وين، واللي بنعرف ان شخصية شريرة في العالم الاساسي بتاع باتمان، بس انا الحقيقة ما اعرفش اسمه، يعني لما بعرفوش بقول ما اعرفوش. واللي بنلاحظ ان الشخصية دي مع حيوانات وتماسيح وحاجات غريبة كده، بس بنعرف ان شخصية بينجوين اللي المفروض شريرة برضك، بس في الكوميكس ده مش شريرة، لان معظم الشخصيات يعني حالهم مألوف في الكوميكس ده، هي اللي مساعداه ياخد تصريح للحيوانات دي. واللي بنعرف ان الشخصيات دي برضك ليها ماضي مع بروس، وانهم كانوا صحاب وهم صغيرين. المهم بتنتقل بينا الاحداث بعد كده اليخت، واليخت ده بيكون موجود عليه رئيس عائلة فالكون، واللي بتكون هي العيلة المسيطرة على المدينة وقتها، واللي بيكون قاعد مع رئيس عصابة الحيوانات الحفلاتية، واللي بيكون لابس حوض سمك على دماغه او حاجة تقريبا، مش عارف الصراحة ايه ده. المهم فالكون بيطلب منه انه يكون تابع ليه زي بقية العصابات، بس رئيس العصابة بيقول لهم انه بيحب يجمع حاجة اسمها أقنعة الموت، وبيبدأ يوريها لهم، لكن وهو بيوريها لهم بيشوفوا راس الزعيم الكبير بتاعهم اللي هو السير فالكون وكام واحد من عيلتهم، وبيبدأ يهددهم بيها، بس قبل ما يتفاجئوا باللي حصل بيخلص عليهم وبيعلق رؤوسهم جنب الرؤوس التانية، علشان نعرف انه بدأ يسيطر على المدينة كلها. وبننتقل للعمدة جوردن، واللي بيكون عامل اجتماع مع سكان مدينة جوثام علشان يشوفوا حل مشكلة عصابة الحيوانات دي، وده بسبب انها بدأت تدمر في المدينة. على الجانب التاني بقى بنشوف ان بروس اخيرا لبس لبس باتمان، واللي بيكون عارف بموضوع الاجتماع ده من الاول. بص بقى من هنا سيبك من كل اللي فات ده وارميه في الزبالة، وعاوزك تركز قوي عشان الاكشن هيبدأ. المهم بنشوف ان الاجتماع بدأ، وبنلاحظ ان الفريد واقف بيراقب المكان من بعيد، وبيلاحظ كارثة، وهو ان العصابة موجودة حوالين المكان ومحاوطينه عشان يقدروا يقضوا على الناس كلها الموجودين في المكان. وبنشوف ان الناس بتبدأ تهاجم العمدة بسبب انه مش عارف يعمل حاجة ولا بيعمل حاجة مع العصابة دي، حتى انهم مش بيخافوا من الشرطة. لكن بتقطع كلامهم سيلينا كايل او كات وومن، وبتفضل تقول لهم كلام محفز وتشجعهم انهم يقفوا ضد العصابة دي، وبتشكر في العمدة جوردن، وبتقول انه شخص كويس وقدم حاجات كتيرة للمدينة دي. لكن قبل ما تكمل كلامها العصابة بتحدف قنبلة بتعمي الناس لمدة قصيرة، وبيخش العصابة للمكان، والزعيم بتاعهم بيبدأ يقول اي حد فيكم عاوز يترجاني ان مخلصش عليه عشان عيلته او حاجة، اصل احنا بنحب الحاجات دي قوي. بصوا بقى بعيدا عن الكوميكس خالص، شخصية الراجل اللي هو زعيم العصابة ده عجبتني يمكن اكتر من باتمان حتى، لانها تحسها شخصية سايكوباتية كده، وانا بحب النوع ده من الشخصيات. المهم نكمل تاني القصة. المهم العصابة بيضربوا نار على جوردن، لكنه مش بيموت وبيتصاب بس، وبنته اللي كانت شرطية في الاجتماع بتحاول تساعده، لكن مرة واحدة افراد العصابة بيتسحبوا واحد ورا التاني والباب بيتقفل عليهم، لكن بنت جوردن بتحاول تفتح الباب بالراحة عشان تتفاجئ بباتمان واقف ورا الباب، وبيقول لها مهما سمعتي من صوت اوعي تفتحي الباب، علشان باتمان يخش عليهم ويبدأ يدور فيهم الضرب. وبنلاقي ان الفريد بيراقبهم من فوق المبنى، وبياخد اوامر ان لو حصل اي حاجة خارج السيطرة يوقف، علشان الفريد يغمض عينه ويسيب باتمان يتعامل. فبعديها العصابة بدأت تضرب عليه نار، لكنه بيصدها بالعباية
بتاعته اللي بتكون مضادة للرصاص، وبعديها بيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني. وكل ده قدام عيون ألفريد اللي بيبدأ يمدح في أسلوبه في القتال والطريقة اللي بيهزمهم بيها، وإنه بيأذيهم بس لكنه مش بيقضي عليهم حتى وهو بيستعمل معاهم الأسلحة والسكاكين. عشان بعد ما باتمان يخلص المدعكة اللي هو عاملها دي بيظهر له واحد من العصابة اسمه هاند، وبيقول لباتمان أنا قتلت ناس أكتر من اللي أنت تعرف تعدها، فقدامك فرصة أخيرة تنجو بحياتك مني. وبعدها الراجل ده بيطلع ساطور كبير، لكن باتمان بيفاجئهم إن طلع فاس كبير متعلق في صدره وبيطير ايد الراجل بيه وبيخليه يصرخ من الألم. علشان باتمان بعدها يقول له في مستشفى قريبة حلوة انصحك تروح لها قبل ما تموت. وبعدها باتمان بيبص للعصابة وبيقول لهم امشوا من هنا احسن لكم. لكن باتمان بيكون عامل لبقية افراد العصابة فخ بينفجر فيهم. في الوقت ده ألفريد بياخد اوامره انه يتدخل، وبيخش ألفريد للمبنى وبيرفع السلاح على دماغ باتمان وبيقول له ان السلاح ده بطلقة واحدة يقدر يخلص عليه. لكن طبعا باتمان بيسخر منه وبيضربه بسرعة يوقع السلاح من ايده وبياخده ويمشي. وبعدها ألفريد بيحاول يبدأ يعرف معلومات عن هوية باتمان الحقيقية، واللي بعدها بنعرف احنا شوية معلومات عن بروس وين، وبنعرف انه من عيلة بسيطة وكمان كان ذكي جدا وهو صغير لدرجة انهم دخلوه مسابقة العباقرة وكسبها، واللي كان كسبها بمشروع عبارة عن جسر متحرك مستوحى من شكل جناح الخفاش، وبيكسب جايزة كاس ورحلة لحديقة الحيوانات هو المدرسة بتاعته كلها. وهنا بنبدأ نعرف شوية عن تكملة ماضي بروس. ولكن في واحد بيخش حديقة الحيوانات ويبدأ يضرب نار على الناس بطريقة عشوائية، وده اللي بيخلي ابو بروس واللي كان مدرس زي ما قلنا في الاول ياخد الاطفال ويبعدهم عن مكان ضرب النار ويحطهم في بيت الخفافيش. ولكنه لما بيقفل الباب على الاطفال بيظهر انه اتصاب، وبعدها حياة بروس حرفيا بتتدمر. لكنه بسبب روح الانتقام اللي كانت عنده بيرجع تاني علشان يعرف ينتقم من الناس اللي قتل ابوه، وبيخش جامعة من اكبر جامعات الولاية هناك. ولكنه ما بيكملش اسبوع في الجامعة وبيتصاب بسبب لعب الكورة واللي كان مميز فيها ساعتها. لكن بنكتشف انه كان بيمثل لانه كان عاوز يحافظ على جسمه عشان يقدر ينتقم. نعرف كمان انه درس كل العلوم الممكنة عشان وقت الانتقام، وبعدها بيرجع تاني للمدينة عشان يشتغل كمهندس ويعرف المدينة اكتر. وبنعرف كمان انه بنى السلم اللي فجره لما كان بيقاتل العصابة، علشان كده بنحس ان هو قلبه على المدينة يعني شوية. ولكن رغم قوته ومعرفته كل شيء تقريبا عن المدينة هو عنده نقطة ضعف واحدة بس، الا وهي امه، واللي لسه عايشة في النسخة دي مش زي بقية النسخ التانية اللي بيموت فيها امه وباباه. المهم احنا بنعرف كل اللي بيحكي الكلام ده انه ألفريد، وانه عارف يجمع معلومات عن باتمان. وبياخد بعضه ألفريد وبيروح له المخبأ بتاعه واللي بيكون موجود في اعلى مباني مهجورة كده، وده اللي بيخلي محدش يعرف عنه حاجة علشان ألفريد يروح له ويرفع عليه سلاح، لكنه بيلاقي باتمان في وشه ماسك السلاح اللي اخده منه. وألفريد لما بيلاقيه كده بيقول له غريبة مع اني كنت فاكرك ما بتقتلش زيهم، علشان باتمان يفاجئنا كلنا ويرزع ألفريد واحدة بالشوتجان اللي في ايده ده يجيب اجله. وبعد كده باتمان بياخد بعضه وبيخلع، بس بنتفاجئ ان ألفريد لسه ما ماتش، علشان ألفريد يبدأ يقول انه ما استوعبش ايه اللي حصل. باتمان عدل على السلاح بتاعه وخلاه غير قاتل، ده غير انه رماه جنبه قبل ما يمشي علشان نروح لألفريد وهو مع فريقه بيقول انه هينتقم من باتمان. المهم هي دي القصة، وتقييمي للكوميكس لحد دلوقتي 10 من 10 الصراحة. والكوميك ده ليه جزء تاني، لو عاوزين نلخصه اكتبولي تحت في الكومنتات، واكتبولي كمان عاوزين ايه الفيديو الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وسلام.